عجبني هنا أكتر ما عجبني هو أولا ثقافة المرأة المغربية مثقفة جدا ومحافظة على العادات الجميلة اللطيفة بتاعتهم في الملبس الحشمة، لدرجة دي أنا أول حفلة لبست القفطان بتاعهم ده وغنيت بيه وعجبني جدا. هي كانت مفاجأة لينا واحنا نازلين من المطار، جينا نتفرج على الحفلة نشوفها لقينا حضرتك لابسة القفطان. هو أنا الحقيقة حبيته لأنه أولا حشمة ولطيف، ويعني من الحاجات اللي تحتفظ بها القديمة، حلوة محببة للنفس والنظر وكل حاجة. غير الملابس، طريقة الأكل هنا طريقته لطيفة جدا، إن الواحد يغسل إيديه في الأول وبعدين ياكل بإيده. حاجة لطيفة قوي، وإنما ما يتعداش الأكل 3 صوابع. 3؟ يعني مثلا تقولي ناكل كده بإيدين الاتنين، لا عيب قوي. حضرتك كلتي طول الوقت ب3 صوابع؟ ما أنا متعودة على كده، احنا في بلدنا كنا بناكل بإيدينا. أنا مش حاجة غريبة عليا أبدا. احنا اتكلمنا عن الملابس وكلمنا عن الأكل، في حاجة تانية، اللغة المغربية. اللغة المغربية هي عربي فصيح، بس يمكن اللهجات هي اللي بتخليها غريبة شوية. زي ايه يعني حضرتك لازم يعني مثلا حاجة زينة يعني حلوة يقولك عليها مزيان.